السلام عليكم بنات. شلونكم متابعين؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وبعافية اكيد لرب العالمين موجودة بحياتنا. فنبدأ فيديونا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اي بنات احجونا ايش اخباركم؟ شلونكم؟ طبعا اليوم الفيديو مالتنا يختلف بقصة كلش حلوة، وأكيد راح تسمعوها. أحكي لكم شوية بداية الفيديو حتى نروح للقصة. طبعا هنا رحنا للمنتزه شوية، تقريبا نيجي ساعة زمان ورجعنا، لأن صراحة كانت ما طيبة. ما أعرف ليش، ما عجبتني، ما أعرف حارة الدنيا، ما أعرف كانوا الناس هواية. فقلت شوي أصور لكم هيجي ونطلع من روتين الطبخ والتنظيف وهاي السوالف. فحبيت شوي أصور لكم وأتمنى يعجبكم تستمتعون بيه. فهنا كان المنظر حلو، بس يعني بس هذا المنظر حلو، ولا بقية لا ما حلو. يعني كانت معتمة يعني ماكو إضاءة هواية. فرحنا والله ساعة زمان ورجعنا. ونبدي فيديونا بالكرب والتنظيف. طبعا غسلت الزوالي اثنيناتهم، ونظفت الهول وشلعته، وأكيد ونظفت الهول يعني الاستقبال مالتنا، وكله بهذا النهار نفس النهار. فكلش كان متعب بهذا النهار. ايش قد ما غسلت الزوالي، خاصة هذيك الكبيرة كلش تعبتنا ولونها فاتح، فظليت اجلف بيها. فغسلتها تايت وزاهي وخلت لها قاصر، قلت شوية تنظف لأن كان لونها فاتح كلش هسه تشوفوها. غسلت الزوالي وشلعت الاستقبال ونظفته وغسلته، فكلش تعبت. فأتمنى تستمتعون بالفيديو ويعجبكم، ولا تنسون اللايك الحلو مثلكم والتعليق. أكيد من يديكم الحلوة والطاقة الإيجابية اللي تنطوني إياها أكيد. فإن شاء الله نوصل الفيديو القناة مالتنا ل1000 مشترك أكيد، وهذا بوجودكم. وبس شوفون شلون إيش صارت عركة. عندي بنتي كل ما أصور تخلي إيدها على الكاميرا، ما أعرف ليش. استمتعوا بالفيديو وأتمنى يعجبكم. وهنا كان حتى ابني الصغير كان دا يعاوني. فشوفوا يعني الكل مشارك بهاي المحفورة. وطبعا بنات ما راح اقدر احكي بعد هواية لان راح تبلش القصة، واتمنى عجبكم الفيديو واستمتعتوا بيه. ومثل ما قلت لكم لا تنسون اللايك والاشتراك والتعليق الحلو مثلكم، واحبكم كوما ومع مليون الف سلامة. باي باي. من أجمل وأروع القصص اللي وصلتني. تزوجت هي وابنة أخيها في نفس الليلة. أسرع قصة زواج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم حبايبي، أخباركم يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. ورجعنا حبايبي بفيديو جديد وأمل جديد بالله سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ حبايبي لا ننسى ذكر الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هاي واحدة من الأخوات عمرها 42 سنة، بتحكي عن حالها إنه أنا فاتني قطار الزواج. الناس صارت تحكي عني، فلانة بايرة، فلانة ما حدا متطلع فيها، فلانة كبرت وما فيها أمل إنه تجيب أولاد، مين بده يتزوجها؟ طبعا أنا أصغر وحدة بأخواني وأخواتي، الحمد لله أمي وأبوي موجودين، عايشة حياتي معززة مكرمة، والحمد لله ما في إشي ناقصني. ولو كلام الناس ما بيأثر علي، أنا بعيش بخير وبعيش بسلام وراضي بهذا الوضع. بنات أخوي أصغر مني، أكبرهم عمرها 26 سنة، وأصغرهم من بنات أخوي تقريبا عمرها 6 أو 7 سنوات.
فأنا كنت مهتمة فيهم، أنا في بيت العيلة الحمد لله راضية بحياتي. لكن إذا كان في جمعة أو في كان آه لم للعيلة، كان الكلام عن الزواج وعن البنات، وفلانة تزوجت وفلانة حامل وفلانة زوجها سافر فيها ومن هاي الأمور. صراحة أنا ما كنت أبين لهم إنه أنا متحسسة من هذا الكلام، أو إني حاسة بغيرة، أو إنه أنا إنسانة يعني بفكر بهذا الموضوع أو مهتمة لهذا الموضوع. بالعكس، كنت أبين إنه أنا إنسانة واثقة بحالي، أنا إنسانة مش مهتمة لهذا الموضوع وراضية بحياتي. لكن كان العكس. كنت إذا جلست بيني وبين نفسي بسأل حالي أنا لوين راح أوصل؟ إذا أمي الله يطول بعمرهم، يعني العمر هذا عند الله، شو راح أساوي بعديهم؟ وين بدي أروح؟ اللي أصغر مني تزوج وعندهم أولاد وعندهم بنات وعندهم حياتهم الخاصة، أنا كيف بدي أضل؟ بدي أضل من بيت فلان لبيت علان، عند أخوي هذا وعند أخوي الثاني. أنا مهتمة بأولادهم، للعلم إنه أنا إذا حدا مرض من أولاد أخوي بيجيبوه لعندي، أنا مهتمة فيهم. وبالعكس أنا حابة هذا الموضوع ومبسوطة فيه، إنه أنا بخدم أولاد أخوي لأنهم بحسهم مثل أولادي. لكن الصراحة هم مش أولادي، هم أولاد أخوي. مرة من المرات كنا في مناسبة وكانت واحدة بتدور على عروس، فواحدة حكت إلها عني إنه فلانة الفلانية ما تزوجت. حكت هاي كبيرة في السن، أنا بدي بنت صغيرة، بدي بنت تخلف. أول ما حكت هاي الكلمة وسمعت فيها والله إنه حسيت حالي ولا إشي، وتأثرت بكلامها لدرجة كبيرة. طبعا رجعت وأنا يعني حالي متغير تماما. كيف أنا وصلت لهاي المرحلة؟ كيف يا رب بدي أمضي حياتي؟ معقول رح أصفي لوحدي بهاي الدنيا بعد عمر طويل؟ المهم كنت أفكر إنه لازم يكون في حياتي حدا، لازم إنه أتزوج، مع إنه الناس بيحكوا سنك كبير وصعب أو نادر اللي بعمرك يخلفوا. كنت دايما أفكر بهذا الموضوع، كان شاغل بالي كثير بهاي الفترة. بعد ما كنت أفكر هاي الأفكار، مقابل هذا الإشي كان يجيني إحساس أو شعور إنه ربي كريم. معقول ربي أنا دعيته وتوجهت إله ما يعطيني ولا يكرمني؟ حاشاه ربي، بعرف إنه ربي على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. أنا كنت مؤمنة بهاي الكلمة، إن الله على كل شيء قدير. بدأت أقرأ سورة البقرة، يمكن تهون علي، يمكن أفكاري تتغير، ويمكن نفسيتي كمان تتغير. طبعا ضليتني مستمرة على سورة البقرة أكثر من 10 أيام. بهاي ال10 أيام زاد يقيني بالله أضعاف مضاعفة، خصوصا إن عرفت إن الله على كل شيء قدير. هاي الكلمة كان إلها تأثير على نفسيتي لدرجة كبيرة. بهاي الفترة كانوا في ناس متصلين على بيت أخوي إنه في شاب بده يتزوج وطالب إيد بنت أخوي، وشافوها بمناسبة وحابين يجوا ويشوفوها شوفة على أرض الواقع. طبعا أنا كالعادة لازم أكون موجودة، أنا كبيرة العيلة ولازم أكون بهاي اللحظة مع بنت أخوي مثل ما عملت مع الباقيات. وبعرف إنه ربي رح يجبر خاطري إلا ما يجي يوم وأفرح فيه زي بنات أخوي. وبهاي الفترة بالذات قررت إني ألتزم بذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد ما سمعت مقولة عن هذا الذكر العظيم إنه لتفريج الهم وتيسير الأمور. سمعت قصة إنه وحدة كانت على خلاف هي وزوجها، ومن سنوات تقريبا 3 سنوات وهي على هذا الحال، ما في توافق بينها وبين زوجها، ما في أي ألفة، أي مودة، أي محبة بينها وبين زوجها. اتطورت الأمور وراحت وزعلت ببيت أهلها، ضلت تقريبا شهر كامل وهو ولا حتى فكر إنه يسأل عنها. كانت بتحكي إنه إلها تقريبا أشهر ملتزمة بالاستغفار، لكن النتيجة كانت بسيطة جدا، يعني إنه كان يتحسن شوي ويرجع حاله شوي، وما بتعرف شو سبب هذا التغير. فبدلت ورددت ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن رددت بيقين وإيمان كامل بأنه ربي قادر يبدل ويغير أحوالها. 3 أيام متواصلة وهي بتردد لا حول ولا قوة إلا بالله، بنية أنه تعرف شو سبب هاي المشاكل والكركبة اللي بحياتها. اليوم الثالث شافت رؤية، الرؤية هاي بتدل على أنه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله جاب نتيجة معها، وعرفت في النهاية أنه زوجها مسحور. وسبحان الله في نفس اليوم
اللي حلمت فيه زوجها اتصل عليها وصالحها، ومن يومها ما تركت ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي بتحكي إنه حياتي انقلبت بالكامل، عمري ما شفت طعم السعادة إلا بعد ما رددت ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا تحمست لهذا الموضوع إنه أردد لا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من القصص اللي مرت علي تحكي عن هذا الذكر وإنه لتغيير الأحوال. فقررت إني ألتزم بهذا الذكر وضليتني مستمرة عليه فترة. طبعا أجوا الناس يشوفوا بنت أخوي، شافوها وجلسوا وتكلموا واتفقوا على كل إشي. من بين الناس اللي كانوا جالسين كانت في وحدة من البنات اللي معها من أخوات الشخص اللي بده يتزوج بنت أخوي. كانت بتنظر إلي نظرات يعني غريبة، وكانت يعني مدققة نظرها علي. فأنا خجلت وقمت، يعني ليش هاي النظرات؟ فأنا قمت مباشرة ورحت لعند بنات أخوي على غرفتهم، فحكيت لهم طلعوا فيا، أنا فيي إشي غلط، فيي إشي مش ظابط، مكياجي، لبسي. حكوا لي لا والله يا عمتي كل إشي تمام التمام. أنا استغربت من هاي النظرات. المهم رجعوا الناس لبيوتهم. ثاني يوم اتصلت أم الشاب اللي بده يخطب بنت أخوي، حكت إلها إنه في بنت كانت موجودة، بدنا نعرف هاي البنت مخطوبة، شو وضعها، ومن هاي الأمور قصدها عني. المهم اللي عرفته إنه في عندهم شاب أصغر مني بسنتين. طبعا كاين متزوج وزوجته من دولة أجنبية، وما اتفق هو وياها وتركها، يعني انفصلوا، ولغاية الآن ما تزوج ولا ارتبط بأي وحدة. أنا يمكن كنت أظن إنه هذا الشخص عنده مشاكل، عنده عيوب، ويمكن هذا السبب اللي خلاه ما يكمل بزواجه، واللي كمان سبب إنه ما يتزوج لغاية الآن. المهم اتصلت هاي الأخت وكانت بتسأل عني، بدها تطلبني لابنها الثاني اللي أصغر مني بسنتين. أنا في البداية كنت خايفة من هذا الموضوع، لكن في نفس الوقت كنت مبسوطة إنه نتيجة الحوقلة كانت سريعة. سألوا إخواني عنه، وسألوا الأقارب والمعارف اللي بخصوهم عن هذا الشخص، فحكوا إنه شاب يعني ملتزم، شاب جدي، شاب ما بيحب العوج. فكان سبب تأخر في الزواج إنه عقليته مش راكبة على البنات اللي شافهم، فكان في باله مواصفات معينة. وسبحان الله أنا بحكي إنه ربي هو اللي يسر هذا الإشي. فأخته شافت إنه أنا المواصفات اللي فيا مناسبة لهذا الشاب. صحيح إنه عمري 42 سنة، لكن الحمد لله مش باين علي، يعني اللي بيشوفني بيحكي عمري 25 أو 27 سنة. وهذا السبب اللي خلاها تلتفت لإلي، لأنها كانت مفكرة إنه أنا بعمر بنات أخوي. أخوي حكى لها إنه عمرها 42 سنة، البنت وجهها تغير والأم وجهها تغير، إنه كبير شوي. لكن الشاب حكى أنا بدي إياها، حتى لو كبيرة أنا بدي إياها، وإن شاء الله ربي بيكتب إلي نصيب معها. تمت الأمور والحمد لله، وتحدد زواجنا أنا وبنت أخوي في نفس اليوم، وتزوجنا والحمد لله. وأنا عايشة من يعني من سنوات ما شفت الفرحة والسرور زي هاي الأيام اللي عشتها، إنه كيف ربي جبرني، إنه كيف ربي استجاب لي. والحمد لله الناس كانت خايفة إنه أنا ما أقدر أخلف وأكون أم أو يكون عندي أولاد، لكن الحمد لله ربي قادر على كل شيء. حملت قبل بنت أخوي وربي رزقني مولود، وعلى 40 يوم حملت مرة ثانية وربي أعطاني ولد ثاني، والحمد لله الآن أنا مرتاحة وعايشة، وبعرف إنه ربي كريم قادر على كل شيء. فبحب أحكي لكل بنت اتأخر زواجها توكلي على الله ورددي لا حول ولا قوة إلا بالله، راح تشوفي الخير وراح تشوفي أشياء راح تنسري منها. وعمره ما كان العمر سبب إنه يخليكي تفقد الأمل من رحمة الله سبحانه وتعالى. بنت أخوي حامل جديد، وأنا ربي أعطاني ولدين، والحمد لله أنا بحمد ربي على هاي النعمة، وكأنه رسالة من ربي إنه أنا قادر على كل شيء، قادر يعطيكي وقادر إنه يجبر خاطرك. لو الناس حكت إنه ما راح يصير هذا الإشي، فربي قادر إنه يعمل الشغلة اللي بدك إياها. الحمد لله على كل حال، الحمد لله إنه ربي هداني للحوقلة، الحمد لله إنه أنا عرفت فضل كلمة إن الله على كل شيء قدير. يمكن هاي الكلمة كان إلها تأثير كمان على حياتي لدرجة كبيرة، عرفت إنه ربي قادر على كل شيء. سورة البقرة كمان إلها يعني فضل عظيم بحياتي، هي سبب البركة، سبب التيسير، سبب السعادة اللي أنا عايشة فيها. والحمد لله زوجي بيعاملني معاملة حسنة جدا، والحمد لله وجهي منور، يكفي الراحة النفسية اللي أنا عايشيتها وفرحة أمي وأبوي بأولادي.
فهي هي تجربتي مع الحوقلة وسورة البقرة، وأيضا الإيمان الكامل بأن الله على كل شيء قدير. الحمد لله أنا ما بحكي لك إنه أنا عايشة يعني عيشة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بنت أخوي بتحكي لي يا عمتي إنه ربي خبالك الخير كل هاي الفترة عشان يعوضك. صحيح إنها مرتاحة بحياتها، لكن معاملة زوجي غير، دلاله إلي غير، والحمد لله على كل حال. بحمد ربي وبشكره على هاي العيشة اللي أنا عايشتها. هذا هو العوض الجميل، العوض من الله سبحانه وتعالى. وعندي موقف كمان مع ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، ودعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان إلي جارة من جاراتنا أيام ما كنت عايشة ببيت أهلي، طبعا متزوجة وفي مشاكل بينها وبين زوجها، ملهاش يعني تقريبا أشهر متزوجة، لكن حصل بينها وبين زوجها خلاف بسبب زوجة أخوه يعني سلفتها. كان إلها كلمة على أخوان زوجها، بما إنه هي الكبير وهي اللي كانت أول كلمة في البيت، فالكل بيحترمها. فكانت حاطة يعني براسها هاي البنت اللي هي جارتي، فكانت دايما بتسبب إلها مشاكل وبتسبب إلها إزعاج. ومشكلة من المشكلات زوجها طردها من البيت. فبتحكي أنا بعرف إني غلطانة وبعرف إنه زوجة أخوه كمان غلطانة، لكن هذا الإشي ما بيعطيه الحق إنه يطردني من البيت. فكنت خايفة إنه الأمور تكبر أكثر وأكثر، فنصحتها إنها تردد لا حول ولا قوة إلا بالله وتقرأ سورة البقرة. طبعا في البداية بتحكي إنها كانت ثقيلة عليها وما بتقدر تقرأها في يوم واحد، فصارت تقرأها على فترات، يعني كانت تضل على سورة البقرة 3 أيام لحتى تكملها. لكن مقابل هذا الإشي كانت تردد لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بتحكي قبل ما أكمل اليوم الثالث اتصل علي حكالي أنا غلطان وبعتذر منك وشو ما بدك راح أعمل لك. طبعا أنا كنت مشترطة عليه إذا برجع أو إذا بتصالح أنا وياه ومقررة وخلص هذا القرار ما راح أتراجع عنه، إنه أنا راح أسكن في بيت ثاني، ما راح أضل في هذا البيت اللي زوجة أخوه موجودة فيه. طبعا هو رفض هذا الإشي وحكى لي لو بطلقك ما راح أطلع من بيت أهلي. والحمد لله ربي قادر على كل شيء، أخذ لي بيت جديد ونقلنا عليه وعايشة ومرتاحة والحمد لله. وربي كفاني شر هاي الإنسانة، ومن يومها والحمد لله حياتي ماشية تمام التمام. طبعا هاي هي تجربة صديقتها اللي كانت عايشة بمشاكل وهم وغم. ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة من الأذكار العظيمة اللي ربي سبحانه وتعالى بيحقق لك الشيء اللي بدك إياه. ربي بيغير حالك من حال إلى حال. بتمنى إنه هاي القصص تكون زادت يقينكم بالله وأملكم بالله حبايبي، وتلتزموا بالأذكار والتسابيح، وخصوصا ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله وسورة البقرة. فراح نختم حبايبي كالعادة. قبل أن نختم هذا الفيديو لا تنسوا وضع لايك وعمل شير والاشتراك